ممكن تتخيل إنك تعيش في مكان مجلة فوربس وصفته إنه أجمل قرية في العالم، ومع كده تلاقي حياتك اليومية أصبحت صعبة والزحمة خاناك. هو ده بالضبط اللي بيحصل في القرية الأجمل على مستوى العالم. كل حاجة فيها لوحة فنية، لدرجة إن الناس بتيجي لها من كل مكان علشان يتفرجوا على جمالها، وده اللي خلاها زحمة للدرجة دي محدش عارف يمشي فيها. لكن إيه هي القرية دي وموجودة فين؟ هو ده اللي هتعرفه معانا في الفيديو ده، فخليك متابع معانا للآخر. خليني في البداية أقولك إن قرية بيبوري موجودة في مقاطعة جلوسترشاير البريطانية. القرية دي لها تاريخ طويل وبيرجع للعصر الحديدي. كانت مشهورة في العصور الوسطى بصناعة الصوف والنساجين. البيوت هناك شكلها كأنها طالعة من لوحة فنية، بيوت حجرية قديمة أسقفها عليها نباتات وطحالب، مناظر بتخلي أي زائر ينبهر، لدرجة إن مجلة فوربس صنفتها كأجمل قرية في العالم بعد ما تفوقت على أماكن مشهورة جدا زي مدينة أويا في جزيرة سانتوريني باليونان ومدينة بوكيتي في بنما. لكن رغم إن المفروض أهل القرية يفرحوا باللقب ده، إلا إن الحقيقة إنهم أصبحوا قلقانين جدا، لأن شهرة المكان جابت معاها سيل من الزوار للقرية اللي عدد سكانها حوالي 600 نسمة فقط. في الصيف اللي فات وصلها في يوم واحد أكتر من 20,000 سائح، يعني عدد الزوار بيكون أضعاف السكان، وده بيسبب ضغط رهيب على الشوارع الضيقة والبنية التحتية. الموضوع مش بس زحمة الناس، المشكلة الأكبر في حركة المرور، لأن الطريق الرئيسي المؤدي للقرية ضيق جدا، في جسر بعربية واحدة بس بيعدي فوق نهر كولان، وده بيخلي أي أتوبيس سياحي يدخل القرية يوقف الدنيا بالكامل. ورئيس مجلس الرعية في القرية كريغ تشيبمان قال لBBC إن اللقب ده ذو حدين، لأنه فعلا هيساعد في شهرة القرية وبيدعم اقتصادها، لكن على حساب راحة الناس اللي عايشين هناك. السكان اشتكوا من إن حياتهم بقت أصعب، سواء في التنقل أو حتى في الهدوء اليومي اللي كانوا عايشين فيه. مواقف السيارات في الساحة الرئيسية اتشالت واتعمل بدلها نقاط إنزال للحافلات السياحية اللي بتيجي بالعشرات كل يوم. وفي الشهر اللي فات السلطات نصحت السياح يجوا بسيارات صغيرة لأن الطرق ضيقة ومتعرجة. شيبمان نفسه وصف الوضع إنه مشكلة حقيقية، أكد إن الناس المحليين بيدفعوا الثمن من راحتهم اليومية من الزحمة والضوضاء، وحتى من تآكل الشوارع اللي مش معمولة بطريقة تتحمل الكم الهائل ده من الزوار. وفعلا في بعض الأيام بيكون 50 مركبة واقفة في القرية، وده غير العربيات اللي داخلة طالعة. لكن الغريب في الموضوع إن الناس بتروح القرية علشان يشوفوا الهدوء والجمال الريفي، لكن وجودهم بكثافة أصبح هو نفس السبب في تدمير الهدوء ده، لدرجة إن السكان أصبحوا منقسمين بين اللي شايف إن السياحة مصدر دخل مهم وبين اللي شايف إن حياتهم اتحولت لجحيم. وده يخلينا نقول إن قصة بيبوري بتوضح قد إيه السياحة ممكن تكون لها جانب سلبي حتى لو كان المكان كسب شهرة عالمية. القرية دلوقتي أصبحت محتاجة توازن ما بين الحفاظ على جمالها التاريخي وتوفير تجربة كويسة للسائحين، وفي نفس الوقت حماية حق السكان إنهم يعيشوا حياتهم الطبيعية من غير ما يحسوا إن بيوتهم اتحولت لمزار عام طول الوقت. اللي بيحصل هناك بيخلي ناس كتير يسألوا سؤال مهم جدا: هل كل شهرة سياحية بتعتبر نعمة، ولا أوقات ممكن تتحول لنقمة على أصحاب المكان نفسهم؟